يا مساء الفل على كل حبايب قلبي اللي بيتابعوني. مساء الورد، مساء الياسمين، مساء الروقان. كل سنه وانتم طيبين بقى بمناسبه عيد الاضحى. ربنا يعودوا عليكم يا رب بخير وتكونوا كده يا رب زايدين مش ناقصين. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض بقى اجمل حاجه ممكن تقدميها على سفرتك في عيد الاضحى. اكيد طبعا هتكون بقى صينيه الرقاق الناشف باللحمه المفرومه. عايزه اقول لكم بصي هتاكلي احلى صينيه رقاق كلتيها في حياتك بجد والله لو عملتيها بالطريقه دي وبالتكات والحركات اللي احنا هنعملها. اللهم بارك، طعمه جدا. سوبر قرمشه مقرمشه جدا من بره وطريه جدا من جوه، والحشوه بتاعتها كمان حلوه قوي واخده ما شاء الله لون عايزه اقول لكم زي العسل. بجد ان شاء الله هتعملوها وتنجح معاكم من اول مره. يلا بقى من غير كلام كتير هنخش على الطريقه والمقادير. هنسمي الله ونصلي على رسول عليه الصلاه والسلام وندخل بقى على المقادير. اول حاجه كده معايا طاسه على النار، احط فيها يعني تقريبا معلقه زيت، ما تكتريش. وهحط كمان مكعب زبده، تقريبا معلقتين زبده حلوين يعني كبار. وبعد كده هنزل عليهم بقى كده باللحمه المفرومه. انا هنا النهارده هستخدم نص كيلو لحمه مفرومه. انت طبعا ممكن تزودي او تقللي زي ما انت عايزه، بس اهم حاجه لما تنزلي بقى اللحمه المفرومه على الزبده تكون يعني سخنه علشان بقى ما تنزلش ميتها وتبتدي يعني اللحمه تستوي بسرعه. اهم حاجه بس ما تقلبيش بقى في اللحمه كتير. اول ما تحسي ان اللون بتاعها بيغير كده وبتدخل في التسويه بتروحي مقلباها لغايه بقى ما تاخد اللون البني الحلو ده. وبالنسبه للتسويه على فكره يا جماعه بتبقى على درجه حراره يعني وسط. بعد كده هتنزلي عليها بقى ببصلايه، انا يعني مقطعاها كده بالسكينه على ايديا ناعم خالص. هبتدي بقى ان انا اقلبهم مع بعض كده لغايه لما احس بقى ان اللحمه بتتعصج، وكمان البصل كده يعني اللون بتاعه غير خالص ودخل كده في اللون البني زيه زي اللحمه. عندي بقى في الفريزر شويه جزر كده، انا كنت بشربهم ناعم خالص يعني بحطه في الفريزر كده، بينفعني بصراحه لما بيكونش عندي جزر طازه او فريش. وببتدي بقى انزل بيهم كده على اللحمه المفرومه والبصل. عايزه اقولك بيزود القيمه الغذائيه للحمه، وفي نفس الوقت يعني بيديها طعم كمان حلو جدا كده ومسكر كده بيبقى حلو قوي. هبتدي بقى ان انا اعصجهم كده مع بعض كويس جدا. وبعد كده هضيف عليهم بقى شويه توابل حلوين بقى يدوني طعم حلو للحمه. هحط معلقه صغيره كده ملح ومعلقه صغيره كمان فلفل اسمر. مش هحط اي توابل تاني، لكن انت لو حابه تضيفي اي نوع توابل تاني انت بتحبيه زي مثلا بهارات اللحمه او البابريكا، اي حاجه انت بتحبيها ممكن تزودي عادي مفيش مشكله خالص. وهنا بقى في البوله دي معايا تقريبا يعني كوبايتين شوربه لحمه يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك، هي صافيه جدا ما فيهاش اي حاجه خالص واللون بتاعها ما شاء الله خطير. هبتدي بقى ان انا ازود عليها شويه حليب، الحليب اللي هو العادي، يا اما تستخدمي المعلب او تستخدمي الحليب البلدي اللي احنا بنشربه على الشاي. يعني تقريبا زودت عليها كده نص كوبايه حليب. الحليب هنا ملوش مقدار، انت بتزودي كده لغايه لما تحسي ان الشوربه بتاعتك اللون بتاعها كده فتح بقى قريب خالص من لون الحليب ولونها غير. انا هنا بوريكم انا استخدمت حليب قد ايه، تقريبا يا جماعه ربع كوبايه ما تكتريش. ودي بقى الصينيه اللي انا هدخلها الفرن. انا جبت صينيه كده مقاس 30 عندي تيفال، انت ممكن على فكره تستخدمي اي صينيه عندك المونيا، ومش شرط على فكره يعني مدوره، ممكن تبقى مربعه او مستطيله زي ما انت عايزه. اهم حاجه بقى علشان الصينيه بتاعه الرقاق يعني تتقلب معاكي بسهوله ان انت تحطي لها معلقتين سمنه حلوين كده من تحت، علشان بعد كده يعني ايه ما تبقاش لازقه في القاع بتاع الصينيه. وده بقى الرقاق الخطير اللي احنا كنا جهزناه مع بعض قبل كده ما شاء الله اللهم بارك. والله يا جماعه انا مش بشكر في نفسي، بس انا عاملاه زي ورقه السيجاره، خفيف جدا جدا جدا، ريشه ومش معدم، والاحرف بتاعته طريه خالص وما فيهاش كده اي تخانه. زي ما انتم شايفين كده هبتدي بقى اجيب بالشوربه يعني كده بالكبشه، وهبتدي بقى اغرق الرقاقيه كويس جدا. انا عامله الرقاقيه يا جماعه مقاس الصينيه دي مقاس 30. انت من الافضل ان انت لما تعملي الرقاق يعني تعمليه مقاس الصينيه اللي انت هتسوي فيها اصلا، علشان بعد كده ما تضطريش بقى ان انت تكسري. وبالنسبه للحليب والشوربه لازم طبعا يكونوا دافيين علشان الرقاق برضو يطرى معانا كده وما يبقاش يعني ناشف. بالنسبه بقى لصينيه الرقاق بتاعتي دي النهارده انا عملتها بتمن رقاقات، يعني حطيت اربعه من تحت وبعد كده حطيت الحشوه وبعد كده حطيت اربعه تاني من فوق. في كل مرة بقى بعد ما بتغرقي الرقاية كده بالشوربة بتديها بقى مسحة زبدة او سمنة بلدي او حتى سمنة عادية. عايزة اقولك الموضوع ده بيخلي الرقاق بتاعنا مبيبقاش لازق في بعضه ومبيبقاش معجن، وبيبقى كمان كده يعني مورق وبيبقى طعمه حلو قوي.
زي ما انتم شايفين كده بقى ايه، ابتديت ان انا يعني ارص كده 4 فوق بعض. وبعد كده حطيت بقى الحشوة بتاعتي في النص. بتنزلي بقى بالحشوة بتاعتك، اهم حاجة طبعا ما تكونش يعني سخنة قوي، تكون دافية. وهتحطيها كده في النص، وبعد كده بقى تبدأي ان انتي تضغطي عليها كده ضغطة بسيطة خالص. التكة دي بتخلي الرقاق بتاعنا يعني لو ما هبطش على بعضه يبتدي بقى ان هو يهبط كده ويلزق في بعضه، ويدينا كده ايه يعني طبقة تكون يعني حلوة كده متماسكة. بعد ما حطيت بقى كده اللحمه المفرومه يعني في النص، هبتدي بصي اعمل بقى نفس الموضوع من الاول تاني. هجيب 4 رقاقات، ابل واحده واحده برضو كده في الشوربه والحليب، وبعد كده ادهن برضو واحده واحده بالزبده اللي هي السايحه، لغايه لما اخلص بقى الاربع رقات كلهم يعني فوق بعض. بس عايزه اقولك والله ان اجمل حاجه في الموضوع ان انا كنت عامله الرقاقه مقاس الصينيه من الاول، بجد الموضوع ده ريحني جدا. ما خلانيش بقى اقعد اكسر في الرقاق كده واحتاس. ما شاء الله بحط الرقاقه كده مره واحده وخلاص بقى، ما شاء الله يعني حلو جدا. انا كده خلصت بقى ال4 رقات زي ما انتم شايفين كده. اللبن اللهم بارك يعني خلاه بقى طري. انا خليته يدوب كده دقيقتين، وبعد كده ابتديت بقى ان انا اضغط عليه كده علشان يبقى بقى الرقاق كله متماسك وحلو مع بعضه، وما يبقاش يعني فاكك وما يبقاش قابب كده وينشف لما ادخله الفرن. وبعد كده هبتدي بقى ان انا ادهن الوش بتاعه كده بشويه بقى من السمنه. لو عندك على فكره وش اللبن اللي هي القشطه البلدي يا سلام، هتبقى حلوه جدا. ولو معلقه بقى زبده بلدي او سمنه بلدي، مش عايزه اقولك بقى الله على الريحه اللي انت هتشميها. هدخل الرقاق بتاعي ده بقى على درجه حراره بتكون وسط، يعني مثلا 180. بحطه في الرف اللي هو الوسطاني، ما تحطوش على الساق، حطيه في الوسط. وما بياخدش وقت خالص على فكره في التسويه، تقريبا من 35 دقيقه ل 40 دقيقه بالكتير قوي. وزي ما انتم شايفين كده بقى اللهم بارك، بصوا سوبر قرمشه بجد والله، مقرمش جدا جدا. وخد لون حلو قوي. دلوقتي جبت صينيه بقى كده وهبتدي اقلبه علشان تشوفوا بقى الجمال واللون بتاعه من تحت، اللهم بارك بصوا بقى الجمال. سوبر قرمشه يا جماعه والله مقرمش جدا. الناس اللي بتحبه بقى طري، اول ما بيخرج من الفرن بتغطيه، هيبتدي بقى ان هو يعرق كده وهيطرى، وهيبقى عامل زي البغيشه. زينته بقى بوردية كده من الطماطم بقى وقطع صغيرة من الفلفل الحامي. بصوا عايزة اقول لكم بجد والله تفتح النفس من كتر جمالها وحلاوتها. شكل الصينية اللهم بارك زي العسل. انا بقى في المقطع ده مرضتش الحقيقه ان انا يعني اوطي الصوت اصلا الاصلي بتاع المقطع، علشان تشوفوا قد ايه الصينيه اللهم بارك كانت بجد والله يا جماعه مقرمشه جدا من بره، وفي نفس الوقت طريه قوي من جوه. وبجد يعني في منتهى الجمال، مشرفه جدا لو هتعمليها يعني في العزايم في العيد طبعا. وبجد ان شاء الله لو عملتيها يعني بصي هتتحفك كده من كتر جمالها وحلاوتها. شايفين بقى القرمشه بجد والله يا جماعه زي العسل. لغاية هنا بقى والفيديو بتاعنا خلص. هستنى ان شاء الله تعليقاتكم وعجباتكم على الفيديو. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.